القصة بتبدأ لما في سنة 1825 وبدون سابق إنذار. تخيل أنت لو أنت مكان الأشخاص اللي تعرضوا لده. أنت فجأة دخلت قرية لقيت البيوت بتاعتها زي ما هي سليمة، مفيش قنبلة وقعت عليها، آه، الأبواب مفتوحة، الفرن بتاعت البيوت دي شغالة زي ما هي، كل حاجة موجودة زي ما هي، أدوات الطعام، كل حاجة، مفيش مفيش آثار لدم، مفيش آثار لحرب، مفيش آثار لخناقات، مفيش آثار لحرايق، لأمطار، لفيضانات، لأي حاجة ممكن تكون غريبة. كل ده موجود، البيوت سليمة، الأماكن سليمة، كل حاجة في مكانها، ما عدا أهم حاجة في الموضوع. مين هي أهم حاجة في الموضوع؟ أكيد البشر. 1500 بني آدم مش موجودين. تفهمش بقى هم راحوا فين؟ حرب، اتبخروا في الهواء، الارض اتشقت وبلعتهم، ايا كان الروايه اللي انت ممكن تتخيلها وممكن تيجي في دماغك. انت لو مكان اي شخص دخل القريه في الوقت دوت من الحادثه دي كنت هتفكر كده، بس مش هتبقى لاقي مبرر ولا هتبقى لاقي تفسير، لان كل ما هتحاول تلاقي تفسير كنت هتلاقي ان مفيش حاجه بتدعم التفسير ده. حتى مفيش، يعني مش عارف اقول لك، مفيش حاجه هتقول ان الفضائيين جم خدوه. الكلام ده كان سنة 1825، أنا بكلمك في أكتر من 200 سنة. دي القصة اللي إحنا بنتكلم عنها النهاردة، وهي القرية اللي اسمها قرية الأشباح أو القرية الملعونة. القرية دي موجودة في الهند، أكتر بلد في الدنيا فيها أساطير وحاجات غريبة، بس دايما إحنا فاهمين وعارفين إن أي أسطورة في الدنيا هي على الأقل فيها معلومة واحدة صح بدأت بيها. القصة بدأت في القرية بتاعت كولدهار، وهي دي القصة اللي هنتكلم عنها النهاردة. في ناس بتقول عليها كولدر وفي ناس بتقول عليها كولدهار، أيا ما كان الاسم. خلينا نشوف إيه اللي حصل بالظبط فيها النهاردة. مش عارف انت ممكن تفسر ده بايه. انا نفسي استغربت وانا بحضر القصه لحد ما وصلت للحل اللي طبعا اتقال هو الحل يعني اللغز اتحل، انت فاهم، لكن لغز ما كانش حد يتخيله، ما حدش يفكر هو ممكن يكون يعني هو ده السبب الاساسي اللي خلى الناس دي تختفي. القصة كلها بتبدأ يا صديقي لما في شخص اسمه سليم سينج. الراجل ده كان وزير الضرايب في دولة الهند في الوقت ده، والراجل ده كان معروف عنه انه راجل ظالم ومفتري وبياخد من الناس ضرايب بشكل مرعب جدا. بما ان في الاوقات دي كانت الدنيا ما فيهاش اتصالات، ما فيهاش سوشيال ميديا، ما فيهاش سهولة ان الناس يتعرف ان بيحصل معاهم الحاجات دي، فكان الناس بيبقوا واقعين تحت القهر والظلم بتاع فكرة الضرايب دي، وما كانش حد فيهم بيقدر ان هو يتكلم، لان اغلبهم بيبقوا ناس غلبانين عايزين يعيشوا، هم اصلا اوريدي عايشين اليوم بيومه زي ما بيقولوا، فعايزين يعيشوا في حالهم. والقصه اللي انت ممكن تكون فاهمها في العصور الغريبه دي، خصوصا في بلد كانت متخلفه زي الهند. المهم يا سيدي ان اللي حصل ان سليم سينج دون زي ما بقول لك فرض ضرائب، وما اكتفاش بان حط عينه على الفلوس، لكن المره دي هو حط عينه على واحده. في روايتين في القصه دي، في ناس بتقول ان الواحده دي او البنت دي كانت بنت جميله، تمام، بس الروايتين بيتكلموا في ان واحده بتقول ان كانت البنت دي بنت راجل فقير عادي في القريه، وقصه تانية بتقول ان هي كانت بنت زعيم القريه او بنت رئيس القريه. المهم ان هو حط عينه عليها وكان عايز يتجوزها بالعافيه. البنت طبعا ما كانتش موافقه، لان زي ما قلت لك هو كان مشهور بسمعته السيئه وانه شخص ظالم، ناهيك عن ان هو راجل مفتري، فاكيد هي ما كانتش حابه ترتبط بشخص بالاخلاق دي. المهم مش دي قصتنا، هي كانت رافضه. قرر هنا ان هي مش عايزه تتجوز الراجل ده، فالراجل يهدد ان هو هيبيد القريه دي او ان هو هينتقم من اهلها، اما بقى بانه يفرض ضرائب اكتر عليهم، اما بانه يقتلهم، اما بانه يحرقهم، ايا ما كان. المهم ان هم كانوا شايفين ان هو مش هيسيبهم في حالهم وهيفتري عليهم. فكانت القريه هنا قصاد مفترق طرق زي ما بيقولوا، حاجه من الاثنين، اما ان هم يحافظوا على كرامتهم ويموتوا في سبيل ان هم ينقذوا البنت دي، اما ان هم يتقبلوا ان هم يعيشوا في ذل تحت حكم الراجل اللي اسمه سليم سينج. بس يا صديقي اهل القريه قرروا ان هم مش هيختاروا ولا الذل ولا الموت، قرروا ان هم هيختاروا اختيار ثالث مختلف تماما، والاختيار ده ما كانش حد يتخيله حتى سليم سينج نفسه. علشان يقرر اهل القريه ان في الليله اللي المفروض تاني يوم يسلموا فيها البنت دي للراجل ده او يستحملوا بقى الظلم اللي هو هيحطه عليهم، يعملوا حاجه غريبه جدا، وهم ان يقرروا كلهم وبالليل وفي صمت وبدون اي صوت يخرجوا من القريه دي وياخدوا الحاجات بس اللي يقدروا يشيلوها معاهم. كل واحد خرج بمراته وعياله وكل اللي يقدر ياخده معاه، وسابوا البيوت زي ما هي. بيقال ان هم هربوا عن طريق انفاق سريه ما كانش حد يعرف بيها، كانوا هم حافرينها تحسبا لحاجات معينه لكن نفعتهم في قصه زي اللي حصلت دي. المهم ان هم وهم خارجين من القريه ما كانوش بس عايزين يكتفوا بفكره ان هم يهربوا ويبقوا خلاص كده خلصوا من الظلم والشر اللي ممكن يتعرضوا له، لكنهم قرروا كمان ان هم ينشروا اشاعات خاصه بان في لعنه معينه
هتطول كل حد يفكر انه يدخل القريه دي. تقول لي طب هم هيستفيدوا بايه من ده؟ هقول لك يا صديقي، هم كانت الفكره كلها ان هم عايزين ان بعد كمان ما يخرجوا من القريه دي، الراجل اللي اسمه سليم سينج ده ما يستولاش على القريه وياخد البيوت والاراضي بتاعتهم على طبق من فضه زي ما بيقولوا، طبعا بدون اي مقاومه، لان هو كان ساعتها هيفكر فعلا كده، يقول لك خلاص انا مش مستفاد حاجه في 60 داهيه البنت اللي انا مش عايز اتجوزها، انا دلوقتي تحت ايدي قريه كامله مليانه بيوت ومليانه اراضي مهجوره ملهاش صحاب. لكنهم ما كانوش عايزينه يوصل للفكره دي. فعلشان كده اتنشرت الإشاعة بتاعت فكرة إن أي حد هيدخل القرية دي هيتعرض لحاجات وظواهر غريبة وحاجات ممكن تبقى مش مفهومة. هو ده اللي خلى القرية تقعد لمدة 204 سنة أو تقعد لمدة كبيرة، فعلا هي 200 سنة، تمام، متخطية الفكرة دي، متخطية فكرة المنطق والعقل إن من القرية دي مسكونة وفيها أشباح وفيها لعنة وفيها وإن هي مهجورة سكانها مش موجودين. لكن القصة ببساطة كانت إن هي أهلها هربوا منها علشان يختاروا إن هم يعيشوا بكرامة. الناس قرروا ان هم بعد ما هربوا منها يتفرقوا ويروحوا لاماكن مختلفه ويغيروا اسمائهم ويبتدوا يندمجوا في الاماكن الجديده اللي راحوا لها علشان الراجل ده كمان ما يقدرش يوصل لهم. طبعا كل الناس اللي كانت بتسمع عن القريه دي وكمغامرين يعني كانوا بيحبوا يروحوا يشوفوا ايه القصه دي، فكانوا بيروحوا وكانوا بيعتقدوا بسبب، يعني انا اعتقادي اللي كان بيخلي الناس تحس ان في ظواهر غريبه هو عايز اقول ايه، عارفين في الايحاء، فكره الايحاء. انت لما بتبقى داخل مكان وانت معتقد ان انت في حاجه غريبه في المكان ده او حاجه مقلقه، انت بتبتدي حواسك تخونك وتخدعك، بتبتدي تحس انك سامع اصوات غريبه، بتبتدي تحس انك شايف خيالات بتتحرك، اصلا مفيش حاجه، انت فاهم؟ وده فعلا اللي اثبته العلم ان مفيش اصلا حاجه في القريه دي. النهارده القريه دي يا صديقي بقت مزار سياحي والناس بتروح وتبقى موجوده فيها وتزورها وتتصور ومبسوطين وكل حاجه، بس تخيل ان كأن لسه الاسطوره بتاعه اللعنه دي موجوده، فالناس مش بتحب تفضل موجوده فيها بعد غروب الشمس بتاعتها. هو بمجرد ما بيجي غروب الشمس كل الناس بتكون مشيت، اللي بيزوروها يعني بيشوفوها كمكان سياحي. مش عارف هم ليه بيعملوا كده، هل هم بقى شايفين ان اللعنه دي حقيقيه فهم مصدقين في وجودها، ولا هم شايفين ايه بالظبط؟ الفكرة في ان الناس ما بترضاش تقعد في المكان ده بعد الغروب، يمكن لسبب بسيط جدا، وهو مش فكرة اللعنة، يمكن هم محترمين، يمكن هو شكل من اشكال احترام صمود الناس بتوع اهل القرية دول، وان هم ما كانوش عايزين يتكسروا قصاد واحد ظالم زي سليم سينج. يعني ممكن يكون الناس بتبص لها كده ان هم مش لعنة، خلاص اوريدي احنا متأكدين ان مفيش لعنة في المكان ده ومفيش حاجة خطر، بس عارف فكرة احتراما لان الناس دي قاومت لحد اللحظه الاخيره وقرروا ان هم ولا هيعيشوا في ذل ولا هيموتوا تحت ظلم الراجل ده، لكن هيختاروا اختيار ثالث، هم ان يعيشوا بكرامتهم بعيد عنه خالص وبعيد عن المكان بتاعهم. المهم ان دي كانت قصه النهارده عن القريه اللي كانت الناس كلها معتقده ان هي قريه اشباح وقريه ملعونه وان اهلها اختفوا فجاه من الوجود، ولكن كان في سبب منطقي وسبب تاريخي بيقول لك هم ليه هربوا من القصه بتاعه القريه بتاعتهم. لو انت عندك حاجه تانية مختلفه في القصه دي ممكن تكون سمعتها قبل كده، قول لي في التعليقات، بجد احب اسمع رايك. انا عن نفسي مؤمن ان كل حاجه ليها سبب منطقي، مفيش حاجه من الظواهر او الالغاز او اي مكان في العالم بيتقال عنه انه ملعون او فيه اشباح الا وهيكون وراه حاجه من الاتنين، اما حقيقه شبه دي كده بتقول الناس دي فعلا راحوا فين، او اسطوره خرافيه الناس هي اللي اخترعتها وفي سبب تاني هو اللي خلى الناس تمشي من المكان ده او تختفي او وات ايفر اللي ممكن يكون حصل لهم. شكرا ليكم، اشوفكم الحلقه الجايه على خير، كل عام وانتم طيبين. دي اول حلقه لينا بعد العيد، لو وصلت للحظه دي من الفيديو انا بتمنى ان انت تكون اتبسطت بالحلقه. شكرا ليكم، سلام.